نبقاو دائما في الاحترام ديال بعضياتنا. سي محمد الروحلي، كنهضروا على الماتش ديال الوداد مع الترجي التونسي، كنهضروا على المقابله الاولى اللي جرات يوم امس وانتصار فريق الوداد الرياضي على حساب فريق الترجي التونسي. انت بالنسبه لك شنو اللي خلانا فريق الوداد يعني يتفوق على فريق الترجي التونسي دوميسيل؟ لان اولا كانت تجربه حاضره رغم التغييرات اللي كاينه على مستوى تشكيله الوداد، ولكن تجربه حاضره واللاعبين الجدد دخلوا في ذاك العمق اللاعب اللي كان معروف على الوداد منذ سنوات، خصوصا في السنوات الاخيره. شخصيه البطل كتبان، السيطره على الكره داخل وسط الميدان رغم الخطه الدفاعيه اللي كانت كتلعب بها الترجي، ولكن ما استطاعش ولعبوا قدام الاشاده بجوج لاعبين. انا في حق اللي دائما غاديين في واحد الخط تصاعدي. ابو سفيان اللي كانت عليه بجوع عند الانتقادات، ولكن منذ كاس العالم للانديه انا كنت عارفه دائما اولا خصوصا الثقافه التكتيكيه ديالو عاليه بزاف، التكوين ديالو كذلك في المستوى العالي، وكذلك الاجتهاد راه ذكر فتاح هو ديال ذاك الشرقي البحري. برافو ليه، كيدير واحد الخدمه كبيره. الكره ما نصفاتوش البارح باش نكونوا صراحه. صحيح، المجهود اللي دار في ديك الكره ديال الضربه الراسيه كانت خصها تسجل، وضرب راسه مع البر مسكينه عاوتاني كيتكرفس، كيدير واحد المجهود خرافي. هذيك سيتي الناس اللي نساو اللقطه، راه سيتي اون فاز ديفونسيف. مي بيان سور ديفونسيف، راجع عاوتاني باش انه يديفوندي حدا لا لين ديال راه كان عندنا ديالنا راه في الشبكه ديالنا هذيك. برافو. خوفتني بعض العمليات الهجوميه خصوصا في الشوط الثاني ديال الترجي. كانت عندهم واحد فرص اللي تساءلت رغم القيمه والجوده ديال وسط الميدان ديال الوداد، ولكن كيفاش هذوك العمليات وصلوا حتى لعمق الدفاع. هذا لا بد من يعني انتباه لهذه الملاحظه. كاينه جوده ديال اللاعبين ديال وسط الميدان، القتاليه ديالهم، المستوى ديالهم، ولكن واحد مجموعه ديال واحد 3 فرص او 4 في الجوله الثانيه اللي كانوا في عمق الدفاع ديال فريق الوداد وهدوا في مرمى ديال الحارس ديال الوداد. باستثناء ذلك فالوداد لا خوف عليه. برافو المطيع، واحد لاكسيون، واحد الكره كانت غاده للشبكه، واحد لو ريفلكس باش انه واحد لا كلاكيت باش خرج الكره. فهذوك المخاوف ديال فتاح مازال راجع للفيلم. لا هو الوداد باسكو فتاح كان خايف على لا ليكتور ديال لا تراجيكتوار دو بالون في سيغتان تير وفي سيغتان كوفرون، مازال غيرجع لهذا النقطه. هو الوداد تقدم قناعات كثيره بانها الفريق يستحق انه يتوج بهذا اللقب، رغم نشوف المنافسه كذلك من الان ديال المقابله النهائيه، لان راه حتى هي كانت واحد نصف النهائي الثانيه كانت واحد يعني في واحد الوضعيه يعني صعبه فريقين بجوج، والدليل كذلك ان النتيجه كانت 1-0 لفائده ميلودي سانداونز امام فريق الاهلي. تكون 1 4 ولا 5 ميلودي سانداونز. راه غير اللقطه الاخيره تا هما ضربوا بار ميلودي في الماتش في اللحظات الاخيره من المقابله. ما الا ختيتي الماتش كله مازال رجعوا لميلودي الاهلي، ولكن بقاو في الوداد الترجي. محمد كيصيفط دي ميساج كيقول لك certains médias tunisiens sont en train de charger les supporters contre le Wydad. Merci de prévenir le public ouidadi de faire très attention et ne pas faire attention aux provocations ou d'entrer dans des conflits avec les supporters et les forces de l'ordre tunisiens. Ça pourrait payer très cher. نتمنى ان شاء الله ان يعني الجماهير ديال فريق الوداد الرياضي لا ديبلاساش انها يعني تمشي سالمه وترجع سالمه ان شاء الله يا رب. الحيطه والحذر، احنا ما ندخلوش في لي بروفوكاسيون. كما تشد الكره فوالا داكشي علاه، وحتى حنا الزملاء الصحفيين ونتمنى يعني من القلب الخالص ان ما ندخلوش في لي بروفوكاسيون. من الافضل نبقاو في نطاق كرة القدم وفي سياق كرة القدم. جمال سطيفي، يعني شنو من النقاط؟ نبداو بالنقاط اللي ما عجبوكش، ربما ندوزو النقاط الايجابيه اللي عجبوك خلال المقابله. ومستمعاتنا ومستمعينا يصيفطوا لنا لي ميساج ديالهم ويعطيو لنا كذلك الاراء ديالهم. تفضل جمال، الحويجات اللي ما عجبوكش في الماتش. النجاعه الهجوميه ربما يعني مقابله لان ما كنتيش لاعب مع منافس، يعني المنافس تا هو حاضر قوي، تا هو عنده لاعبين يعني في المستوى صحيح غير الرجل ديالو، ولكن عنده تا هو عنده مقومات قويه صراحه. شفنا ملي تستقبل الهدف وبغى يمشي الهجوم مشى. اللي ما عجبنيش انه المساحات، انه في بعض المرات كانوا كيلقاو يعني المساحات، قدروا بعض المرات يخلقوا بعض الفرص ديال التسجيل. هذا هو اللي كان يعني كان مقلق بعض الشيء، ولكن طبيعي انه ايضا ضروري غيكون عندهم يعني رده فعل. ربما هذه النقطه اللي كانت، وزائد النقطه الثانيه كنتكلموا على احناش حتى هو كيتحسن باش نكونوا موضوعيين، كيتحسن المستوى ديالو. اللي كان انه
في هذه المقابله كان ربما التغيير كان خصو يتم شويه مبكر، يعني لانه واحد لقيته عطى داك الشيء اللي عنده، لانه في فتره من الفترات عاوتاني كانت عليه واحد الرقابه ايضا، لانه حتى كانت عليه في بعض الفترات اعطى داك الشيء اللي عنده. التغيير شويه تاخر، يعني الدخول ديال حيمود، لانه باش انه كان ممكن يعطي واحد النفس اخر الوسط ميدان ديال فريق الوداد. كنظن هاد التشكيله اللي عند فريق الوداد حاليا ولا حتى الاسلوب ديال اللعب، وكان عندك لاعب بحال مقوي بحال الحسوني اللي كان في الوداد بطبيعه الحال في الامكانيات ديالو، كان ممكن تكون واحد الصوره اخرى جدا ورائعه جدا بالنسبه للفريق الوداد. هذا ربما هذوما الملاحظات، ما الايجابيات كانت كثيره. يعني شفنا اولا القدره على استرجاع الكره بسرعه، يعني كانت من احدى نقاط قوه ديال فريق الوداد انه كيضغطوا كيجيبوا الكره، يعني العمليات السريه كانت كتتم ايضا بسرعه. شفنا ايضا القدره على، رغم انه يعني الطريقه باش لعب فريق الترجي يعني انه بتنظيم دفاعي، كانت قدره على خلق بعض المنافذ في ظل هذه الصلابه الدفاعيه اللي لعب فيها فريق الترجي. كان ايضا التنويع، التسديدات ايضا من بعيد، شفنا ابو الفتح يعني التسديده ديالو اللي كان ممكن، اللي كان يعني شفنا ايضا العملود الثنائيه ديالو مع يحيى عطيه الله، وكيفاش انه بجوجهم كيدخلوا يعني الطريقه اللي كيحبذها يعني عادل رمزي، وهي كتبغي واحد مجهود بدني كبير، وكتبغي ايضا عمليه ديال التغطيه تكون يعني في مستوى هائل جدا. شفنا واحد الكره اللي فاش كتشوفها يعني تسلل يعني مشى يعني يحيى عطية الله، طلع بالكره، داز الاول وداز الثاني ومرر لمن العملود اللي كان ممكن يسجل يعني هذيك الكره. اون ميم طون كتبان لك لا كوفرتور ديال جبران والدراوي، وكذلك ديال ابو الفتح. الدراوي كان رائع صراحه. جبران ايضا دار مقابله في المستوى ما نحتاجوا نتكلموا عليه. الدراوي بدا كياخذ الراحه ديالو حتى في هذا اسلوب اللعب. ما ننساوش الدراوي حتى في الهدف راه شفنا كيفاش خلق مساحه وخلى يعني، ومع الارتقاء ايضا ديال الشرقي البحري حتى هو خلق التوازن ديال الحارس، لان ما متوقع غتكون بحال هكاك. عجبني ديك القتاليه ديال الشرقي البحري صراحه، داك الارتقاء ديك يعني كتحتاج يعني هذه النوعيه ديال اللاعبين. دخول ديال حيمود يعني كان ايجابي جدا بالنسبه للفريق الوداد. الحتيمي يعني الحتيمي ماشي هو الحتيمي اللي دخل في المقابله اللي قبل. منتظر الحتيمي دخل في لاميطون، ما عرفتش شنو افتقد، لان اسلوب اللعب ديال الوداد ولا واضح انه اللاعبين ديال هذاك كيدخلوا للوسط باش كتعطي الفرصه بعض المرات حتى اللاعبين ديال الاظهره. فما كانش بداك القدره. نتمنوا يكون في مقابله يعني الاياب افضل. كيبقى انه مقابله الاياب غتكون مختلفه، يعني كيبقى السؤال باي اسلوب غياخذها فريق الوداد. واش بالطريقه باش خدا المقابله ديال الذهاب مع التدبير يعني السبق الرقمي، ام بطريقه مختلفه، لانه عندك سبق رقمي يعني مع منافس اللي غادي يحاول انه يمشي للامام. وفي هذه المحاوله ديالو انه يمشي للامام اكيد تقدر تلقى الراحه ديالك على مستوى المساحات، مع السرعه ديال اللاعبين، مع ايضا القدره ديال لاعبي فريق الوداد على الارتداد. ابو سفيان قدم واحده من افضل المباريات ديالو منذ المجيء ديالو لفريق الوداد، كان متميز يعني في هذه المقابله. الدراوي تا هو دار مقابله يعني جيده، يعني كان رائع جدا سواء بالكره ولا بلا كره، لا في التغطيه لا في الثنائيه ديال الحركاس وعطيه الله. يعني بانت ان ابو الفتح يعني بانت ان هذيك هي الثنائيه التي اللي ممكن تلعب بالنسبه للفريق الوداد. الانسجام مع مباريات اكثر، يعني الانسجام كيزيد. فهذه كلها كانت يعني ايجابيات في هذه المقابله. كيبقى فقط عمليه التاكيد ديالها في مقابله الاياب، اللي ما نساوش انه يعني باش تجاوزتي هذا الحاجز ديال الترجي ضمنتي ما يقارب 4 مليار سنتيم. يعني يعني بلا ما تاخذ المقابله غير تاهلتي ضمنتي 4 مليار سنتيم من يعني بايجابيات كبيره جدا بالنسبه للفريق الوداد. 4 مليار زيد على لي روسيت اللي درتي ديال انيمبا وديال الترجي واللي غدير الاخرى، راه شوف بغيتي نرجع. باش فتح نجدك دابا فاصل اشاري ونعاودوا نرجعوا عند فتح العلاوي، ودائما الحديث على مقابله الوداد الرياضي والترجي التونسي برسم نصف النهائي ذهاب الافريكان فوتبول ليج. المحرك
هو قلب سيارتكم، كيلومتر من بعد كيلومتر كيعطيكم نبض الانطلاقه اللي كيخليوكم تزيدوا القدام كل يوم. باش يكون اقوى وباش يدوم عطيوه الجهد اللي